الابد. وبعدين عايز افهمك حاجه يا غبي، افهمك حاجه. هو انا واخد منشطات، واخد مخدرات، واخد زفت الدين، تمام؟ هو انا كنت في الملعب في السكور؟ انا مش موجود اساسا خالص. مش فاهم. بطل بطل وساخه. ما فيش حدث اساسا. بقول لك تاني، بطل وساخه ولا اسلام. وهي على فكره انا وراك في القناه هناك، الاخ نشأت الدين وكلهم ناس محترمين طبعا. بقول لك تاني بطل وساخه. طيب جبني الصبح ما ردش عليه لانه كذاب، تاني انه كذاب. خلاص بعد 5 دقايق يروح ضارب لك عنوان هحبسك بيه لانك تروج اشاعات كاذبه. تاني انت بتروج اشاعات كاذبه، انت بتروج اشاعات كاذبه. عارف انت بتاخدهم فرضاني ليه؟ تواد خدهم كلهم سيلكت قول واديها وريح دماغك بقى. مروان عطيه ولع الدنيا. ما كانش عايز اصلا مروان. لا النهارده انا بقول لك يعني ما استنى بس. دلوقتي بقاش عايزه. ماشي ما تاخدنيش في الكلام. انا بقول لك دلوقتي بقاش عايزه. اما بيقولوا له لكن ما كانش عايزه. بس يا باشا دلوقتي بيقولوا له ما بيقولوا له مروان عطيه، قال لهم انا مش محتاج مروان عطيه، مش محتاج يعني من اول يوم. ايه من اول يوم. مش من اول يوم. انا بقول لك في انتقالات يناير دلوقتي قال لك انا عندي دلوقتي دونجا. لا انت قلت على فكره فيريرا ما كانش عايز مروان. ايوه ما انا بتكلم على لا دلوقتي ممكن يكون مش عايزه. ما ممكن يكون مش عايزه ليه؟ لانه عنده لعيبه جاهزه. طيب ما انا بقول لك انما في الموسم اللي فات في نهايته وانت ابو الموسم فيريرا قال انا عايز مروان عطيه، والزمالك حاول مع الاتحاد يا باشا ما ماشي، والاتحاد قال لا ما عنديش غيره. انت اما انت عندك مروان عطيه، انت جبت دونجا وجبت عمرو السيس وعندك رؤى، هو عنده رؤى ده خلاص يبقى عنده وفره. وعنده امام عاشور. ماشي بقى عنده حلو. يبقى اصبح الان ليس في حاجه الموضوع. طيب ما ده اللي انا بقوله. لكن انما ما كان. لا انا فهمت اللي انا فهمت خلاص. لا انا ما بقولش على اول الموسم، انا بقول دلوقتي حاليا مش عايزه في الخناقه دي. ماشي. في الخناقه دي اوكي. في الخناقه اوكي. اللي هي الانتقالات دلوقتي هو مش في دماغه. طيب باين قوي ان مروان عطيه عامل شياط تحت الباط او حرقان في. قال لك احنا ما كناش عايزينه. ايه رايك بقى؟ عمرنا ما عاوزناه. سياحكوا طرب.